السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا اسماء بدر. لو انتوا جداد في قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل مع بعض ايه. هنعمل مع بعض النهارده صينية جلاش باللحمة المفرومة بتكات كده، هتفرق معاكم جدا جدا في طعم الصينية وهتطلع معاكم تحفة بإذن الله. يلا بينا نشوف مع بعض المقادير. مقاديرنا عبارة عن لفة جلاش، النوع ده حلو قوي اللي هو الازهار، او ممكن تستخدمي الجلاش اللي هو بيبقى بالكيلو، بيبقى تحفه برضو. ومعايا لحمه مفرومه، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل وقرفه وزنجبيل ورشه من الكبابه الصيني ورشه من السكر، ومعايا معلقه كده. زي ما انتم عارفين بحب استخدم بهارات الشاورما او بهارات الحواوشي، البهارات اللي هي بتبقى جاهزه دي، واخده منها معلقه. لو مش متوفرين عندك هتستخدمي توم باودر وبصل باودر. ومعايا معلقه من الكاتشب، هتفرق جدا جدا في طعم اللحمه المفرومه او اللحمه المعصجه. ومعايا كده بصل مبشور، وهيبقى معايا فصين من الثوم. يلا بينا بقى نعصج اللحمه بتاعتنا. كده الطاسه بتاعتي على النار وحطيت فيها معلقه من السمنه، وهبتدي دلوقتي انزل باللحمه المفرومه. ممكن تنزلي الاول بالبصل، لكن انا هنزل باللحمه بحسها بتبقى افضل. هننزل دلوقتي باللحمه ونقول بسم الله. انا كده نزلت باللحمه بتاعتي زي ما شفت الاول لغايه ما لونت معايا. ودلوقتي بقى هبتدي اضيف فصين الثوم المفرومين، بيدوا طعم حلو وريحه احلى للحمه المفرومه او اللحمه المعصجه بتاعتي. دلوقتي هبتدي انزل بالبصل المبشور، وانا شغلي على نار عاليه، انا مش موطيه النار علشان اللحمه ما تنزلش ميتها. ودلوقتي هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي ما عدا الملح، هاخره شويه. البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن ايه؟ فلفل اسود وزنجبيل وقرفه ورشه من الكباب الصيني ورشه من السكر ومعلقه صغيره من بهارات الشاورما او بهارات الحواوشي او توم باودر او بصل باودر اللي مش متوفرين عندك. هنبتدي نضيفهم ونقول بسم الله. اللحمه بتاعتي قربت تستوى. هبتدي دلوقتي اضيف معلقه الكاتشب الكبيره اللي بتفرق جدا جدا في طعم اللحمه المفرومه وفي طعم صينيه الجلاش بتاعتي. وهبتدي اضيف الملح بتاعي. اللحمه المفرومه بقت جاهزه معايا، اللي طعمها وريحتها ولونها تجنن بجد يعني. يلا بينا نسيبها بقى تبرد ونشوف هنعمل الصينيه بتاعه الجلاش وهنجهزها ازاي. وخليكم معايا الاخر، في اضافات هنضيفها وتكات مختلفه جدا في الصينيه دي، هتطلع لكم الصينيه بجد تحفه جدا. يلا بينا نشوف مع بعض. ده كده شكل لفه الجلاش بتاعتي. انا قصيتها كده مقاس الصينيه اللي هشتغل فيها، وحطاها زي ما انتم شايفين كده ما بين فوطين علشان ما تنشفش مني. دلوقتي بقى هنبتدي نجيب الصينيه بتاعتنا علشان نقفلها مع بعض. كده الصينيه اللي انا هشتغل فيها انا دهناها بدهنه سمنه. معايا هنا كده سمنه انا مسيحاها، وممكن تستخدمي سمنه على زبده، لكن بلاش الزيت. انا ما بفضلش الزيت في صينيه الجلاش، لكن لو حابه تستخدميه استخدميه براحتك. انا دهنه كده الصينيه بتاعتي، وهبتدي اجيب بقى من الجلاش وندهنه مع بعض ونقفل الصينيه بتاعتنا. هجيب اول حاجه ورقتين كده احطهم في ارضيه الصينيه. الورق عندي العدد بتاعه حوالي 12، هحط نصه تحت ونصه فوق. وطبعا في النص هيبقى موجود الحشوه بتاعتي، وهنشوف الحشوه بتاعتي هنعمل فيها ايه كمان غير اللحمه المفرومه، نحط عليها كمان اضافه. هبتدي بقى، انا حطيت كده ورقتين بس كده في ارضيه الصينيه، هبتدي اديهم دهنه خفيفه خالص كده من السمنه بتاعتي، او من السمنه على زبده، او من الزبده. دهنه خفيفه كده علشان ما تبقاش ايه زايده معايا في المواد الدهنيه وتبقى طعمها حلو. وابتدي بقى انزل كده الاطراف بالشكل ده، وهبتدي اجيب
ورقة، هجيب كده الورقة التانية، دي ورقة واحدة يعني انا حاطة في الارضية ورقتين، وبعد كده هكمل ورقة ورقة، هدهن ورقة ورقة. ودي بقيتها عادي كده لو مقطوعة مني مفيش مشكلة، اهم حاجة بس اللي تحت تكون سليمة واللي فوق تكون ورقة سليمة برضو. هبتدي بقى ادهنها دهنة برضو بسيطة خالص كده، بسم الله زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا انزل الاطراف بالشكل ده. هبتدي بقى انا اكمل باقي الكمية لغاية ما نكملهم 6 كده. احنا حطينا 3، هنبتدي نضيف كمان 3، هندهن كل ورقة كده ونرجع نشوف الحشوة مع بعض. كده انا رصيت نص الورق في الصينيه ودهنته ورقه ورقه زي ما شفتوا معايا. يلا بينا بقى نشوف الحشوه بتاعتنا، نجيبها ونشوف هنضيف لها ايه علشان تبقى حلوه باذن الله. كده اللحمه اللي عصجناها مع بعض هنبتدي نضيف عليها اضافه اختياريه لكن اللي هي ليها فايدتين. هنضيف عليها جبنه رومي على موتزاريلا. الجبنه الرومي او الموتزاريلا او الجبن بشكل عام فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتمسك لي الحشوه عند التقطيع او عند التقديم، تبقى الحشوه كده ماسكه نفسها في قطعه الجلاش. وتاني حاجه طبعا ان هي بتدينا طعم حلو. لو حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه خلاص، لكن انا هضيفها ما بقدرش استغنى عنها في الصينيه بتاعتي. يلا بينا نضيف الجبنه على اللحمه المفرومه ونقلبهم ونرجع نحشي بيهم الصينيه بتاعتنا. خلاص كده انا قلبت الجبن على اللحمه اللي عصجناها مع بعض. هنبتدي دلوقتي نضيفها هنا في الصينيه ونقول بسم الله. بسم الله. ونبتدي ان احنا نفردها. شايفين ما شاء الله. لما نيجي بقى هنقطع الجلاش بتاعنا او نقدمه هنلاقيه متماسك مع بعضه، وهنلاقي طعمه حلو علشان الجبن اللي احنا حطيناه. نبتدي بقى نكمل بقية الورق بتاعنا وهندهن ورقة ورقة مع بعض لغاية ما نخلصهم ونرجع نشوف هنكمل الصينية بتاعتنا ازاي. وزي ما انتوا شايفين معايا القصايص كده اللي انا كنت قصاها من الاطراف، هبتدي ان انا احطها في النص. طبعا مش هرميها، ابتدي ان انا ارصها في النص بالشكل ده، وهبتدي ان انا ادهنها وهكمل عليها باقي الطبقات. شفتوا معايا احنا خلصنا كل طبقات الجلاش، اخر طبقة بس دهناها كويس كده بالسمنة زي ما شفتوا معايا. هنبتدي بقى دلوقتي قبل ما نضيف التشريبة اللي هنشرب بيها الصينية بتاعتنا هنبتدي نقطعها الاول. اي تقطيعة بتحبيها هنبتدي نقطعها بس بالسكينة، لازم تتقطع الاول. ده كده شكلها بعد ما قطعناها. هنبتدي دلوقتي بقى نجهز الصوص او التشريبه اللي هنشرب بيها الصينيه بتاعتنا وهنشوفها عباره عن ايه. ونشوف مع بعض مقادير التشريبه اللي هنشرب بيها صينيه الجلاش بتاعتنا. مقادير عباره عن بيضتين، كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الشوربه، معلقتين كبار مليانين من اللبن البودر بيدي اضافه حلوه جدا، ومعايا ملح، فلفل، رشة من القرفة ورشة من الكبابة الصيني،
ومعايا رشة من بهارات الحواوشي او بهارات الشاورما، او ممكن توم باودر وبصل باودر زي ما قلنا، ومعايا رشة من السكر، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبتفرق جدا جدا في هشاشة وتوريقة الصينية بتاعتي. ضيفي الاضافات دي كلها والتزمي بيها وهتطلعي باذن الله احلى صينية جلاش. يلا بينا نضيفهم على بعض ونرجع نشرب بيهم الصينية بتاعتنا. ده شكل صوص التشريبه بعد ما قلبناه مع بعض. لو عندك معلقه قشطه او معلقه من الجبنه الكريمي برضو تقدري تضيفيها، بتدي طعم حلو جدا جدا. عايزه اقولك ان المقادير دي مناسبه جدا جدا للصينيه اللي احنا عملناها، ولا هي كتيره ولا هي قليل. يلا بينا بقى نجيب الصينيه بتاعتنا ونسقي بيها الصوص ده. ده كده شكل الصينيه بتاعتي بعد ما شربتها بصوص التشريبه. لو عندك وقت بقى هتسيبيها منقوعه كده ساعه 2. كل ما هتسيبيها منقوعه اكتر كل ما هتديكي نتيجه هايله جدا. انا هسيبها منقوعه. في بقى ما بيحبش ان هو يضيف صوص التشريبه من الاول، بيحب ان هو يدخلها الفرن الاول تتشمع وبعد كده بيضيف لها صوص التشريبه، لكن انا بفضل الطريقه اللي انا عملتها دي، ان انا بضيف الصوص وهسيبها تتشرب كده حوالي ساعه 2، بتبقى طعمها تحفه جدا. وبعد كده بقى بدخلها فرن سخن على درجه حراره 180. الفرن شغال من تحت بس. لقيتها احمرت معايا، الجوانب بتاعتها احمرت، هبتدي اطفي وهبتدي ان انا اشغل الشوايه وهسيبها لغايه ما تصفر معايا. اصفرت بقى انا هخرجها وهضيف لها رشه كده من الجبنه الموتزاريلا لو متاحه عندك. كان باقي عندي شويه فهضيفهم، مش متاح عندك هتبتدي ان انت تسيبيها تاخد اللون تحت الشوايه، وهنرجع نخرجها مع بعض ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. ده كده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، وزي ما شفتوا معايا لما وشها اصفرار خفيف ابتديت احط عليها الجبنه الموتزاريلا مع كذا قطعه كده من الرومي علشان تديني الشكل التحفه ده والطعم الاجمل باذن الله. انا بقى هسيبها تهدى وبعد كده هقطعها. طبعا لو انتوا حابين ان هي تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه مش هتغطوها، لكن لو انتوا حابينها تبقى طريه هتبتدوا تغطوها. هنسيبها تهدى بس شويه ونرجع نقطعها ونقدمها مع بعض ونشوف شكلها بعد ما يتقطع هيبقى عامل ازاي. ده كده شكل الجلاش بعد ما قطعناه. شايفين ما شاء الله تبارك الله الجمال، شكله تحفه جدا جدا. طعمه بقى هيعجبكم قوي، مورق وجميل، هيعجبكم باذن الله. انا مقدماها كده جنب محشي وممبار. ان شاء الله هنبقى نعمل الممبار مع بعض في فيديو. وفراخ بقى كده وتزيين بسيط. اتمنى يا رب ان الجلاش ده يكون عجبكم، واتمنى انكم تطبقوه وتطبقوا كل فيديوهاتي. وما تنسوش لايك وشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.